اهلا بيكم في حلقه جديده وهنتعرف فيها عن مهاجم النادي الاهلي الجديد، المهاجم اللي رئيس ناديه اعلن ان النادي الاهلي تقدم بعرض رسمي لضمه. هنعرف مين هو المهاجم، هنعرف عدد اهدافه، هنعرف شويه حاجات في مسيرته. يلا بينا نبدا حلقتنا ونخش في الموضوع على طول. مهاجم هاتايسبور كارلوس ستارندبرج. خلينا نمشي كده بكارلوس وسيبنا من ستارندبرج دي لحد ما نشوف له اي تسميه ولا اي حكايه. رئيس نادي هاتايسبور أكد إن النادي الأهلي بالفعل تقدم بعرض، والصحف التركية بتأكد برضو إن النادي الأهلي تقدم بعرض، وبعدها أكد رئيس النادي، فبالتالي يبقى خلينا نقول إن بنسبة 90% النادي الأهلي مقدم عرض للاعب. لاعب مرتبط بنادي هاتايسبور حتى صيف 2027. المهاجم عمره 28 سنة، مهاجم سويدي ولكنه ما مثلش منتخب السويد الأول في ولا مباراة، ولكنه هداف منتخب الشباب ب 17 هدف، ولكنه الهداف الافضل لمنتخب السويد في مرحله الشباب ب 13 هدف. المهم بقى في مسيره اللاعب ان هو لعب قبل كده مع انديه عربيه، على راس الانديه دي أبها والحزم في الدوري السعودي، وكمان لعب لنادي سيليا في دوري نجوم قطر. لعب كمان في بعض الأندية المعروفة زي سيسكا موسكو الروسي وكلوب بروج البلجيكي. طبعا نادي اللي ماله بطل السويد وفاز معاه بالدوري مرة وحيدة. خلينا نتكلم عن مسيرة اللاعب في المنطقة العربية. وأول موسم ليه كان مع نادي الحزم السعودي موسم 2019-2020، وقدم معاهم موسم كويس، لعب 41 مباراة، سجل 14 هدف. ويطلع موسم إعارة لنادي أبها السعودي موسم 2020-2021، لعب معاهم 30 مباراة، سجل 16 هدف وصنع هدفين. وبعدها بينتقل لنادي سيليا القطري في موسم 2021-2022، لعب معاهم 40 مباراة، سجل 18 هدف وصنع 4 أهداف. ومن الدوري القطري لفريقه الحالي هاتايسبور التركي اللي لعب معاهم في الموسم الماضي 40 مباراة، سجل 14 هدف. ومنه لناديه الحالي هاتايسبور التركي اللي لعب معاهم في الموسم الماضي 40 مباراة وسجل 13 هدف. إجمالي كده مسيرة اللاعب 252 مباراة، سجل فيهم 140 هدف وصنع 28 هدف. يبقى في نهاية حلقتنا خلينا نقول ان اللاعب مكنة اهداف. اللاعب منين ما بيروح بيكون ليه بصمة وبيسجل اهداف كويسة، عدد اهداف جيد جدا مع الانديه اللي بيلعب ليها. لاعب مش غريب على المنطقه العربيه، 28 سنه، تقدر تاخد منه على الاقل 4 مواسم واكتر من كده كمان. فصفقه من وجهه نظري لو تمت حاليا، انت هنا يعني عكس كل المواسم احنا بنقول اننا محتاجين مهاجم سوبر ستار يجي ينقل مركز المهاجم ده لحته ثانيه، لا انت دلوقتي محتاج مهاجم مساند لوسام ابو علي. فبالتالي انا لما اجيب مهاجم بالاحصائيات دي بالكواليتي دي مش غريب على المنطقه العربيه، هيجي عندي هيأدي بشكل كويس جدا وهيكون مساند لوسام، وهما الاثنين هيملوا لي مركز المهاجم بشكل كبير جدا. فانا شايفها صفقه مثاليه، صفقه كويسه بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها. اتمنى ان النادي يقدر يخلصها، وانا شايف ان في تعاون من النادي هاتايسبور، فان شاء الله تكون صفقة مربحة للنادي الأهلي، صفقة كويسة للنادي الأهلي ونخلصها على خير، وأتمنى أشوف صفقة في الجناح. حلقتنا لحد هنا بتكون خلصت، أشوفكم على خير، كنت معاكم فيها أحمد حبيبة، سلام.